ده عشان بس نعرفكم ان احنا 3 مش اكتر. مين هيبدا؟ مش كل حلقه نعمل كده يعني يا جدعان. كل حلقه هي دي تاني حلقه اللي مش كل حلقه. انا اللي هبدا يا عم خلاص. اتفضل يا نور. تعيطش خلاص ابدا. اتفضل يا نور. على فكره خلاص. طبعا يا شباب لما الحلقه حاجه ابدا يا نور. طبعا يا شباب يعني لما سمعتوا الحلقه الاولى عن التخصص الجامعي يا جدعان ما ينفعش يا جدعان احترموني شويه. هي دي انت بتضايق يا جدعان. معلش احنا بس حلقات البدايات اسمها ايه الحلقه اللي فاتت دي؟ الحياه الجامعيه. لا التخصص الجامعي. التخصص الجامعي. الحياه الجامعيه دلوقتي. فالحياه الجامعيه دي بقى تفاصيل اكتر عن التخصص. يعني ايه اللي حصل يعني عشان نخلي يعني فكرتها تتغير عن الدكتور او الدفعه او الحياه الكليه بشكل عام. الفرق اصلا النقله بين المدرسه والجامعه النقله دي. طبعا مش سؤال لكم قبل ما نبدا الكلام ده عشان انت دلوقتي تتكلم على طول تطفي بقك. اتفضل يا اخويا حبيبي. حد يعرف ايه اكبر كذبه في تاريخ المدرسه او الثانويه العامه؟ الثانويه العامه لو اللي كتعب في الثانويه ترتاح في الكليه. الله سمعناها بطريقه يعني فاهم انت محسسني ان احنا داخلين الكليه داخلين جنه فاهم. هم حرفيا بيقولوا لك انت في عنق الزجاجه بس مش عارف وانت لما تبص لجوه ولا تبص لبره. فهم مش عارفين بعد كده لما تخش كليه تكتشف ان انت دخلت جوه الزجاجه حرفيا فاهم. فانت لو ما ركزتش فانت الزجاجه هتتفعس بيك انت مخمض. بس حاجه ساعه. نبدا بالاي. ماشي. يعني ايه الفرق بالنسبه لك؟ ايه الفرق بين المدرسه والجامعه من حيث الضغط النفسي والبدني والحاجات دي؟ انت جيت بقى ايه لاكتر حته كانت ضغطاني. انا في ثانويه كنت مضغوط بشكل مبالغ فيه مش من اهلي بس انا اللي كنت مضغوط بسبب الاجواء. الاجواء كانت عامله ازاي يعني؟ هم مش من حيث اهلي كانوا موفرين لي كل سبل الراحه وكل اللي انت عاوزه دروس وخروجات وكل حاجه. مش المشكله مش في كده ولا في اهلك. المشكله في لحظه الامتحان. انت دماغك كلها في لحظه الامتحان في النتيجه اللي هي بعد الامتحان. يا ابني مش كده برضه. انت برضه ممكن حاجه تسبب لك ضغط حتى لو متوفر لك كل سبل الراحه في البيت. ضغط المجتمع نفسه يعني مرعوب. ضغط المجتمع ان انت لو ما عملتش فانت كده فاشل فانت كده مالكش لازمه في الحياه. يا ابني ابن خالي في ثالثه اعدادي شايل هم الثانويه العامه في ثالثه اعدادي. حرفيا هو مجرد ما شايل همها من كام انا شايل همها اختي لسه في اولى ثانوي بالظبط. فانت وهو خرج منها خلاص والناس مديها الناس بجد مديها اكبر من حجمها. يعني انا شايف اي نعم كنت ساعتها كنت في حته ان انا برضو لسه عاوز احقق حاجه عاوز ابقى في كليه محترمه عاوز ايه الحمد لله عملت ايه. ايوه يا عم الحمد لله على كل حاجه. فبتبقى فاهم محشور في زون ان انت في حاجه في سايكل ما تعرفش نهايتها. انت بدايتها معروفه بالنسبه لك هتذاكر نهايتها ايه كله بيتوقع الاسوأ. ابلع. مصر كلها بتتوقع الاسوأ. يعني انت بذمتك كنت فاكر انك مثلا ربنا يكرمك الكرم اللي كرمه لك دلوقتي؟ لا طبعا لا خليك انا كنت متعشم في ربنا خير بس النظام نفسه اللي احنا كنا فيه هو اللي كان مسبب لك الرعب. انت الواحد ما كانش يعني الواحد ما كانش متوقع ان هو ان يبقى بجد ربنا يكرمه بالشكل ده. يعني الحمد لله على كل حاجه بس المنظومه نفسها كانت بتوحي لك بالفشل. كل حاجه حواليك محبطه كل حاجه حواليك سودة. ان انت دلوقتي برضو درجات الدروس يعني مثلا كانت والدتي او والدي بيتكلموا معايا في درجات مثلا ان انا مثلا درس مثلا رايحه ومش مذاكر قوي فسقطت في الامتحان. فانا بالنسبه لهم كده انا الثانويه العامه كلها راحت ولا ترتين لازم القدر ده كله بالظبط. فاهم. وانت بتتعب وبتعمل بس حصه مثلا ما ذاكرتش فرايح مثلا الحصه فامتحنت امتحان المدرس رزعك امتحان ابن كده جبت 3 من 20 في الفيزياء في امتحان الدرس. انا لو بغير ابوك هحرق لك اقرع واكسب لك تخيل بقى كنت مذاكر ساعتها الدرس ده. فهو بالنسبه لهم انت كده خلاص انت الثانويه العامه كلها راحت. لا نظام الاسئله نفسه كان النظام نفسه يعني بيقيس حاجه احنا مش هنعرف نعملها. احنا بقى لنا حوالي مش عارف 9 سنين ولا كام سنه بندرس وجاي في سنه عادي بقى نفتن المعلومه اللي هو جايبه كريتيف عندنا. طيب ده بالنسبه للثانويه. طب بالنسبه للكليه انتوا ايه الدنيا فين؟ احنا بص مبدئيا خلينا نتفق ان ايه خلينا نتفق برضه ان هي في الضغط النفسي بس الفرق ان يعني المجتمع مش شايفها بنفس الحجم ده. انت والدك مثلا انت عندك والدك مثلا لو بتقول له مثلا عديت في الامتحان تقول له ضحك
مثلا عديت في الامتحان مثلا او النتيجه ظهرت، فاهمني؟ فهو مش هيسالك انت عملت ايه، والله جبت ما كام. قصرت. لا هو مش هيسالك انت عملت ايه، نجحت الحمد لله الف مبروك، شكراً، وممكن مش يجيب عايز لك أي شماريخ حاجه تاني، طول ما حرفيا. انت عديت خلاص شكراً. في اعدادي وثانوي هو بيسالك على درجه الرسم اللي انت مش بتضافش المجموع، درجه اللي جبت كام في التربيه الدينيه، وطب ليه جايب فيها كده، يقول لك ده ناقص خلاص فيها نص مسارك درجة. اتحدد، مسار حياتك اتحدد. بالظبط، خلاص هتتخرج، ايه اسوأ سيناريو؟ هتسقط سنه مثلا بعد الشر، فاهم؟ مسارك اتحدد خلاص، هتطلع خريج كليه كذا. انت عرفت هتبقى ايه بعد كده خلاص بالظبط. يعني، في الدنيا بقت تمام. طب بالنسبه للمجتمع عموما وبالنسبه للدنيا والدنيا حواليك، ايه الفرق بين المدرسه؟ الزي اللي عايشه في المجتمع؟ لا سيبك ازاي انت بقى بتسمي الزي ده المجتمع؟ ايه الفرق بين المدرسه بس خلي والكليه؟ بالك برضو، انت برضو الكليه يعتبر ضغطها اعلى، هو سايبك عشان هو مستني منك حاجه لما تتخرج. انا مستنيك بعد التخرج. انا دايما بنقلب براحتك، اعمل اللي انت عاوزه، اخرج وابعد على، بس انا اشوف نتيجه في الاخر. وعاوز اقول لك على مستنيك حاجه، بعد التخرج، مش فارق معاه الاربع سنين، قعد بعد التخرج هتشتغل بجد ولا تطلع زي معذره قطع كلامك، هو في ناس بتقول ان في ناس تقول لك حته ان المواد الكليه اسهل او مواد الكليه اصعب، الكلام ده هي مش فكره سهولتها وصعوبتها في نوع الدكتور او في كده، هي الفكره ان هو بيديك ماتيريال مبدئيه، فانت المفروض بتبني جبال عليها. يعني الثانويه انت ليك ماتيريال معينه، ليك حد اقصى فيها. بالظبط. الكليه انت ليك حاجه بتاخد ماتيريال معينه، المفروض بتبني جبال. يعني احنا مثلا عندنا اللغه المفروض مثلا بناخد ترجمه، فالمفروض نقرا صحف جنب الحاجه القطعه اللي احنا نتابع بناخدها، الأخبار. نتابع اخبار. اسمع اصوات. فاحنا فايتنا كتير، احنا فايتنا كتير بجد. هو بس هو يديك قطع شرايين يا يوسف خلاص. أنا هو بس بس المزرعة لا دي. هو التشبيه، هو بس يدوك بيديك المفتاح، ولا خد افتح انت الباب ده بالظبط. وعيش. ولو راجل افتح. عارف الثانويه العامه بقى، فاهم؟ بياخدك امشي يا ابن ويفتح الباب. المناهج في الكليه يعتبر اسهل ايه اسحب والله انت لسانك عاوز يتفرج. احسن نروح على السوفت وير. تعليم. انت عاوز سوفتين انت بالكده دي. يعني مثلا يعني ماده زي ماده الترجمه زي ما انت قلت كده، مالها؟ الماده دي كل سنه صغير وكل شاب صغير، يعني تسمع اخبار تحصل من اسبوعين ولا ثلاثه، يعني ملهاش منهج محدد، مش زي مثلا العربي ولا ماده ايه، المواد ايه تاني اللي كنا بناخدها في ثانوي. اصلا يا عم بقى لك 3 سنين يا عم، افتكر ايه ولا عشان انت كنت عايش 3 سنين ضوئيه ولا 3 سنين عادي. احنا طيب شباب، دلوقتي دخلنا خلاص الكليه تمام، حسيت ايه الفرق النقله بين ان الباب مفتوح، فاهم؟ بتخرج لوحدك، مفتوح. الباب مفتوح. يا ابني الجامعه الباب مفتوح والمصحف والله العظيم. كنت من المحاضره عادي. كنت تعرف سمعت تعملها في سوا من المدرسه؟ المحاضره. كنت في زبل. المدرسه. صح. كنت اخد مدرسه ولا كنت في المدرسه؟ لا عملتها؟ لا ولا مره عملتها. والله ولا مره. انا كنت غبي وكنت برجع تاني. انا كان المدرسين هم اللي بيخرجوني من نفسهم، ان انا مثلا في الثانويه العامه مثلا عشان كنت برسم وكده، فكنت اخرج اجيب الوان بقى وفرش وكده. انا دايما حاجات في المدرسه. تاني. لا الصراحه كنت بخرج اتمشى في الشارع لوحدي شويه، اجيب اكل، اقعد شويه كده على الرصيف. لا والناس عموما هنا في الجامعه برضه، فاهم؟ الناس متعاونه، تحس يعني زمايلك، تحس ان في روح حلوه. لا بيسموا دول الناس عكس- متعاونه؟ ما- بيسموا دول الناس متعاونه؟ بس لما متخلفه انا عارف. بس يعني فعادي يعني. طب يعني ايه اول ما دخلت الكليه مثلا، ايه الحاجه اللي خضتك منه؟ كل ده فصل. ايه ده؟ ولاد قاعدين جنب البنات؟ خبر اسود. يا نهار اسود. كل دي فسحايه. ده هنعمل فرحنا والواد مدين. والله العظيم فلاح. لا بجد يعني بجد، اقول لك انا من ناحيه تعمل المواد المواد، والله حسيت ان الموضوع هيبقى ابسط بقى واروق كده. مثلا الترم الاول خدنا كام ماده؟ خدنا 4 3 4 عربي واستماع ومحادثه ونصوص. سنه 3 ده انت كده حاسب الاستماع محادثه؟ بس لا. ده شافه يعتبر. لا بس دي ماده التحريري كان 3. التحرير كان 3 بصراحه، نصوص ومش فاكر ايه تاني. يا امي انا بسمع كميه حاجات في الهندسه 15 ماده و20 ماده احنا عندنا وحاجات. 8 دلوقتي، بندرس 8 دلوقتي ولا 9. انا معاك، انا بتكلم كبدايه، فاهم؟ يعني 3 مواد ده حاجه كويسه جدا. طب ماشي، على فكره اغلب الكليات بتبدا ب3 مواد 4 مواد و5. احنا بدأنا ب4، الترم التاني بدأنا ب8. طيب انت ايه بالنسبه لك كانت الصدمه اللي اول ما دخلت الكليه ان انت فاهم القسم القسم؟ خبر اسود. خلاص لا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت خلاص. بلاش نشارك، مش نحزن مش حاجه، بس نحزن الناس تاني يعني. بس برضه يعني الفرق برضه بين الثانويه انا العامة بلفت والكلية. الانتباه عشان تتعاطفوا معايا ماشي. قلنا الفرق بين الثانويه العامه والكليه برضه في حاجه تانية، اللي هي طرق التقييم. تقييمك انت كطالب، تقييم ايه؟ كنجاح مسقوط. يعني انت في الثانويه انت اخرك ايه؟ اخر ماده اخر السنه. تبقى كنت شايل هم اعمال السنه عشان كنت باخد مع مدرس اللي بيديك في الفصل، يعني فكان عادي يعني. لا بس احنا الحمد لله ما كانش في اعمال سنه على نظام. على ثالثه ثانوي قصدي اللي قبلها برضه،
يعني ايام الدروس احنا مش كنت باخد دروس برضه. لا وفي حاجه بقى اللي هو هتنقلنا الموضوع الحلقه الاساسي. لكن الكليه اتفضل يا نور. انت بتقيم مثلا على المشاركه، على حضورك وغيابك، على الابحاث اللي انت بتعملها، على التيم وورك، على التيم وورك. دي والله لسه هبدا فيها وده لسه هقولها. هنتطرق له بعدين بس يعني نتكلم كمان في عنه. حته تانية يعني، ده اللي عايز حلقه لوحده. ده غير ايه؟ ده غير سلوكك مع الدكتور، ده حسن السلوك ولا سيء السلوك يعني. بالظبط. نخش بقى على الصدمات. وبعد كده تتقام على الامتحان، يعني الامتحان ده بالنسبة جزء من للصدمات. التقييم. لا ما هي دي في صدمة حاجه لوحدها. في صدمه إيه اكبر. الصدمة؟ انت شباب في صدمه اكبر. انت في الثانويه شغال لوحدك، فاهم؟ شغال لوحدك، عايش حياتك مع نفسك، بتذاكر مع نفسك. تدخل الكليه، لا بنتكلم على حاجه بقى اللي هو موضوع الحلقه اللي هو ايه، قسموا بعضكم تيمات، خليكم اخوات. العلاقات الاجتماعيه. بالظبط، فاهم؟ اللي هو انت بتدخل نبدا الجامعه بالسكشن. سكشن. لا في هو التيم انت مسمي زبالي سكشن؟ والله متخلفين لا اقسم بالله. بس بحبهم، متخلفين بس بحبهم. لا الصراحه ناس محترمه الصراحه اغلبهم. يعني أغلبهم. هم في كام كده عينه منهم واخد بالك ماشي يعني مش كل او حاجة، واخده بالك. مش كل حاجه كامله برضه يعني. لو في ناس كتير حلوه هتلاقي في شويه وحشين، الدفعه كلها وحش هتلاقي في شويه حلوين. هتلاقي واحد كده. لو كلهم كويسين هتلاقي كام واحد كده مميز كده. عارف لو اللي هم الدفعه كلها إحنا عارف لو يعني. الدفعه كلها وحشين انا بقى احنا الحلوين. عارف لو كلهم حلوين نبقى احنا المميزين اللي فيهم. يبقى احنا حلوين. بس يا عم الفتي انت هو مفيش لا مننا اتنين بجد خلاص. السكشن اول ما بدانا كانت علاقتي بيه محدوده. كنت اعرف اتنين بس اللي هو انتوا للاسف. لا والجروب اللي كان على الواتس كنت اعرف له ايه كله عارف بقى خلاص يعني. هم عرفوه المره اللي فاتت بس عايزين نترك عليهم. اللي ما عرفوش يا جدعان يشوفوا الحلقه قبلها. دعايه. تنسى تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، تبص على المصادر. كانت علاقتي بيوسف اول واحد، وكان معانا كده عيل رخم بيفضل لازق فينا طول النهار. قلناها برضه قلناها الناس عرفت. بس انا بحب ارخم عليهم كل مره اقولها له برضه. ها مش برنامج صراحه هو. مش بنوصل. يعني اقول لك في ظهرك يعني اتكلم عليك في ظهرك. كان مش عارف تتكلم يعني. مش برنامج مسامح كريم. وبعد كده بقى كانت علاقتي في الترم الاول محدوده جدا. الترم الثاني حرفيا حصل انفتاح اقتصادي واجتماعي وكله. يعني حرفيا انت حصل. نفسك انفتحت. لا انت عملت كده. ماشي يا سيدي عدالك. لا حرفيا بقى الترم الثاني قسموا بعضكم تيمات وخليكم اخوات. فاهم اللي هو اتصدمنا بقى. بس على قد ما موضوع التيمات ده كان مرهق وفي ناس حناكه وفيها ناس تعال يعني زي ما انت بتتعامل مع كذا واحد يعني. برضه ألسن بتلم برضه ناس من محافظات تانية، فانت بتتعامل مع افكار مختلفه. بالظبط. بس على فكره ناس محترمه وناس راقيه يعني بامانه. ولا انا قسم كله فاكر اول تيم بروجكت. اول تيم بروجكت اللي هو كان معاكم ولا كان كل واحد فينا لوحده؟ لا احنا كلنا مع بعض. كوانزا يا ابني. كوانزا نسيته. تيم يا نمبر 1 دنياني. عايز اقول لك انا بالنسبه لي البروجكت ده انا بالنسبه لي نقله في حاجات كتير قوي. الجول. لا بجد لا مش اولد بات جول. مش فكره كده. انا نقلني برضه في حته المونتاج ده انا كانش في دماغي قوي فيها. لا نقلني نقله حلوه قوي. طب مثلا نتكلم عن المشاكل اللي واجهتنا في اول تيم. نتكلم عليها. انت كان دورك ايه في اول تيم؟ انا عارف كنت كل حاجه. إيه؟ اسمه مكتوب 4 مرات. ايه؟ اسمه مكتوب 4 مرات في التتر. كنت المترجم، مهندس الصوت، مصور انا مش ساعدني في المونتاج والمونتير. والله نور ساعدني في ده المونتاج. غفلني على فكره يعني. ما كتبش اسمه. لا مش حكيت ما كتبش اسمي. لا ليه؟ المفروض الفيديو كان عايز تعديل، فهو قام مسحه من عنده عشان يدبسني انا. ايه ده؟ صح انا افتكرت. فاكر. انا مسحت الفيلم عشان تكتب هو الترجمه لوحده. انا كنت المصور بتاع اول بروجكت انت فاكر صدق انا برضه. وكنت المرعب بتاع اول بروجكت لما كنت اجيب جلطه واحده زميلتنا. فالموضوع برضه كان في اللذيذ الصراحه يعني. تعالى لما زاد انت كان لك دور؟ كان لك شخصيه؟ ايه؟ كان لك شخصيه؟ كنت الماستر كنت ماستر ايه؟ ماستر ماستر. ينفع اتكلم؟ اتفضل. ماشي. يعني افرض مثلا ان انت يوسف في 2 قدام. يوسف ابراهيم في ثالثه كليه. يوسف ابراهيم برضه. يوسف جو. بس في ثانويه عامه. يعني لو دول قدامك هتوصفهم ازاي؟ هتوصفهم ازاي؟ هتوصفه ازاي؟ بص يوسف بتاع ثانويه عامه ده بني ادم كئيب ما يعرفش حد حرفيا. بص انا حتى كان طرق التواصل مع الناس اللي هو التليفون مثلا ده ما كانش اوبشن متاح معايا حرفيا. انا ما كانش معايا تليفون على فكره في ثانويه عامه. ما اعرفش هل تعرفوا كده ولا لا. متوحد. مش لا بجد بجد ف كانش عندك ضمير؟ ايه؟ ما كانش مأمن لك، ما كانش عندك ضمير شكلك. زوجت المدرسه قبل كده؟ ايه؟ زوجت المدرسه قبل كده؟ لا. زوجت. لا.
هي فكره لا بقى في ثالثه ثانوي اقصد اللي هو عشان اقعد اذاكر وكده، وبالنسبه لهم برضو حته التليفون ان هو ياخد وقت في اليوم، هو فعلا بياخد وقت، فبالنسبه لهم ان انا لازم اذاكر ولازم التليفون اعمل بس اللي بياخد عم سيبه يكمل كلامه موسيقي. كمل او ابدا من الاول براحتك، شوف انت لا عايز. تمام نكمل. فكان بني ادم كئيب بجد، وبني ادم ملوش اي لازمه وما بيعملش اي حاجه، يعني هو ماشي على نهج معين، ماشي مع القطيع. في الكليه لا خلاص حاجه تانية خالص يعني. انت بيت القطيع. هو بقيت انا القطيع نفسه. يعني ماشي يوسف اللي في ثالثه كليه، ما انا بقول، يوسفه لي بقى. ما انا قلت له هو القطيع بس كده. وانت لؤي مالي سيبك من نفسك. في 2 لؤي، لؤي عادل اللي في ثالثه كليه، ثالثه ثانوي. لا في ثالثه كليه، لولو اللي في ثالثه ثانوي. توصفهم لي عم اي حاجه. هو العكس هو لولو في ثالثه ثانوي ولؤي في ثالثه ما كليه. لسه قايل كده. لا العكس لولو لولو في ثالثه كليه ولؤي في ثالثه ثانوي. انت في 2 قدام. عارف ثالثه ثانوي، انا عارف اقسم بالله كان محامي والله بجد. مش غرور اي حاجه، بس بجد كنت بعمل كل حاجه عشان ما اندمش. بس انا ما كنتش من جوايا حاسس ان انا راضي، بس كنت بعمل اللي انا بقدر عليه. الحمد لله في الاخر ربنا كرمني. هو بس عارف انت اللي هو ايه، كان محارب، ما كان نفسه طويل، ما كانش بيزهق، كان في طاقه جوه مكنه شغاله. دلوقتي بطل بلدي. وانت يا نور؟ بطل بلدي. لا بص يعني نور اللي في ثالثه ثانوي ده اللي هو عارف الدحيح بقى، اللي هو عنده حبوب في وشه، في علم رياضه، لبس لو كنت نضاره، علم علوم ساعتها علم لابس بلطو، يمشي بالبلطو في البيت. اللي لابس جرافطه على حته فول. لا انا كنت دحيح قوي، بس كنت عادي يعني، فاهم الموضوع كان يعني عادي. طب وفي الثانويه الكليه عفوا لما خلص السنه الاول يعني لو كنت دحيح، بس يعني كنت بعمل اللي عليا، بس زي ما بقول لك برضه كنت شرط زيك. ليه بقى؟ بيرفكشن. لا عشان بسبب انا كنت بعمل حاجه حلوه قوي، بس الحاجه المجتمع واهلي عايزينها، مش حاجه انا عايزها. يعني حتى لو مثلا انت ممكن وانت قاعد كده تفتكر حاجه يعني مش حاجه غلط، لا. ازاي بقى قدرتوا تتكيفوا مع النظام الاكاديمي الجديد؟ تتكيفوا اللي هو تتاقلموا. انا نتكيف تتاقلموا. لو بص في 3 تكيف. لا انا قصدي واحده منهم اللي هي بمعنى تتاقلم، التانيين دول انت اضرب نفسك. احنا اتكيفنا. لا يا باشا انتوا مش انا تاقلمت. بص يعني بالنسبه للموضوع ان انا اتاقلم اصلا، فكان في صدمه في الاول، حته ان انا رهاب اجتماعي. بص اي حد في ثانويه عامه هتلاقيه خارج من رهاب اجتماعي ماشي، خلينا متفقين عليها بالظبط فاهم. يا بابا بس يا بابا ماسكين ابن اختنا. فاي حد بقى في ثانويه عامه يبقى خارج من رهاب اجتماعي، فاهم، حته عزله اجتماعيه. انت بالنسبه له نقله الكليه ونقله الدكاتره ونقله الصحاب ونقله كل حاجه. لا وفكره مثلا انت يعني مثلا زي كليه ألسن والطب والحاجات دي، انت مش مميز بينهم. يعني انت في الثانويه العامه كنت مميز بين صحابك مثلا، يعني مثلا انت بتخش مثلا كليه مثلا مجموع عالي، انت مش مميز بس اصحابك مثلا كلكم مميزين، كلكم زي لا كلكم بيت واحد. مش كده ممكن يرجع مثلا بعدم الكفاءه اللي هم كلهم عارفين وكلهم بس عدم الكفاءه بتثبته وبتقدر تعمله وتحققه من بياخد حته مجهود. جدا على فكره. انت عشان بقى تبقى احسن منهم، المجهود اللي كنت بتعمله هيتضاعف. وحاجه هم ما بيعملوهاش، يعني هو ما انت معلش يا فرحتي بحد بتعمل حاجه كله بيعملها. يعني مثلا محاضره ترجمه فاهم، فانت حضرت محاضره ترجمه وعملت كل حاجه في القطعه، المفروض بقى تعمل حاجه زياده، فكره كرييتيف تقدر تقدمها لحد او تقدر تعملها لحد تبقى مميز في وسط البشر دول يعني. فاهم، فانت لازم برضه هتطلع بفكره كرييتيف او حاجه تقدر تقدمها غير المحتوى الدراسي، او حتى لو زيهم بس تحاول المستوى يكون اعلى منه، تبقى سيبهم بخطوه. يعني مثلا قطعه الترجمه حضرتها تقرا المقالات بخصوص الموضوع نفسه. فحته التميز الدراسي مش بتبقى وحدها بس كفايه. فبعدين يعني المتميز دراسيا بيتميز اول سنه سنتين، هتلاقي مثلا الثالثه الرابعه حد بيخطف الانظار ما بيعملش اي حاجه من اللي هو الناس بتعملها، فاهم. فده لازم حاجه تركز عليها في يعني انت كده رايك انك عشان تتكيف مع النظام الاكاديمي او تتاقلم مع النظام الاكاديمي انك تبذل مجهود عشان تبقى مجهود في حته غير اللي الناس بتبذل مجهود فيها. انا بتكلم بقى كالنظام ككل، من حيث دكاتره، من حيث طلاب. يعني افرض مثلا لو سقطت ابقى مميز بينهم ازاي بقى؟ لا ما انت بتعمل لو اصلا بنعمل توازن صباح الفل، انت بتعمل توازن بتدي دي حقها برضه. يعني اداره الوقت واداره المهام وكده بالظبط. لازم برضه فاهم فكره انك تدير وقتك، تعرف تعمل مثلا اسكادول في البيت. طب ماشي، انت يا نور ازاي قدرت تتاقلم او تتكيف مع النظام الاكاديمي الجديد؟ بص انت مثلا سنه اولى كنت ماشي مش هقول لك زي الالف، بس كنت بعد المحاضرات كلها بشوف المواد بفهم النظام ماشي ازاي يعني.
بس ما كنتش بذاكر. كنت بذاكر يعني. لا كنا دايسين اول. لا اولى لا حاجه انا بس البدايات بقى انت عارف. انت عارف انا ونور كنا مثلا كل ما ناس انا جايين في المترو مثلا اقول له كلمني مثلا في التليفون ما تكلمنيش عربي يعني ننمي اللغه نطلع كلمات جديده بجد. لا نطلع كلمات جديده نعمل حماس بدايات رهيب ونذاكر انا وهو في حاجات. دلوقتي لا بس انت طبعا انت كل ما تكبر كل ما تفكيرك بيتغير وتجرب حاجات تانية. مذاكره يا عم احنا كبرنا على الكلام ده. هو بجد احنا كبرنا على الكلام ده فعلا عشان ده يعني انت هتلاقي حاجات تانية اهم بناء على سبيل العمل اللي انت رايحه. كنا ماشيين يعني حماس البدايات بقى ودايسين في الكليه اللي هي كانت حاجات بسيطه يعني. بس طبعا بالنسبه لنا كنت نقول كانت حاجات صعبه. مش اولى كلها الترم الاول لان الترم الثاني حرفيا 8 مواد ورا بعض غير الحاجات التانية. ومشاريع بقى مشاريع خلاص خلصت مشاريع. انت برضو بالنسبه لك اول ترم كان 3 مواد بس دخلت بقى في حاجات تانية تراكمات. اللغه بتبدا تصعب الامتحانات بتبدا تصعب الدنيا الدكاتره اللي صعبوا. ده غير بقى مثلا لو انت هتاخد كورسات بقى من بره مثلا ولا بتروح جيم ولا بتشتغل كمان. طب انتوا رايكم ايه في موضوع التطوير جنب الكليه عموما يعني؟ على يعني فكره هل مثلا في الكليه 10% من ضمن 100%. ده طيب في مساحه وقت بتحس ان في مساحه وقت في يومك وانت في الكليه مثلا انك تعمل حاجه تانية تروح مكان تعمل اي حاجه اقصد مكان دي حاجه تطور انا بعرف الكليه اكتر ما بقعد في بيتنا بالظبط. ما ده بقى اللي بتكلم عليه. هو انت مثلا ايوه قطعتك. شوف بايخه ازاي. شوف بايخه ازاي. ليدز فيرست نتكلم بقى. ما عشان كده انت بدات في الحلقه. انت اللي بدات تشوف. شيل الحته دي مش هتتعرض. يلا لا مش هتتعرض. مش هتتعرض. هسيبها مش هتتعرض. كمل. كنا فين؟ حته مثلا اللي احنا في الكليه بقى واليوم بيضيع وانت عندك حاجات تانية. فمثلا انت المفروض توازن وهنا توازن انك ما بتعملش كل حاجه بس انت ممكن تعمل كل حاجه بمعقول انك تقسمها لحاجات اصغر. يعني انت مثلا لو بتاخد كورس مثلا ممكن في محاضره معينه مش هتعرف تحضرها انت هتذاكرها في البيت. بتحول ده بياخد منه ايه يا ابني ده كل ده تتضايق. هو انا ممل قوي كده. كمل يا عم شو. فانت لو بتتكلم مش انا شايف ان نقطه النور قصدي عليها ممكن يصغرها مفاهيم قصدي لحاجات صغيره ان هو يخلي يعني يرتب اولوياته. ترتيب اولويات. شوف الاهم فالمهم. يعني شوف ايه اللي انت محتاج تخلصه دلوقتي. مثلا في حاجات تعملها في اجازه اولى حاجات تعملها في اجازه ثانيه حاجات تعملها في اجازه ثالثه حاجات تعملها في اجازه رابعه. يعني مثلا انت في اولى مثلا وثانيه محتاج مثلا انك تخلي اللغه كويسه جدا تمام. فتاخد كورسات بقى تطلع معسكرات تبع الكليه مش عارف ايه الكلام ده كله. في ثالثه ورابعه انت محتاج بقى مثلا تنزل تشوف تدريبات تبع اي شركه تشتغل او مثلا تنزل تتعامل مع ناس عامه. العمل التطوعي ده حلقه كمان يا جدعان يعني. وفكره الشغل برضه فكره سوق العمل لان سوق العمل مع الطلاب مريب بجد والله العظيم لان هم بيعاملوك كعبيد. انت عبد. انت حرفيا عبد. ان انت دلوقتي انت هم عارفين ان انت اللي محتاجهم. انت اللي شغال فانت شغال وانت طالب فانت محتاج فلوس. صح فاهمني. فهم بيعاملوك معامله انت عبد عندهم. انت بتبقى وسط حيتان. ده موضوع تاني ده برضه عايزين لازم هنتكلم فيه في حلقه. ماشي احنا طبعا عشان يوسف طبعا يوسف كان صاحب تجربه كان عبد حبشي بجد. والله. طب ماشي انا لسه تدخل تشتمني. طب ما انت عبد يوسف دي حقيقه. ماشي عشان عارف انت عشان عارف انك مش هترد عليها. مثلا والله صح. لا صح على فكره كنت بفكر اعملها فيك كتير. ايه انت عشان ترن وتوصل لي. انت ممكن مثلا هقول لك على حاجه دي احصائيه والله ما بظهر في الشركه عشان توصل لايجنت معين انت عاوزه في الشركه الصبح مثلا ممكن ترن 173 مكالمه لحد 200 مكالمه عشان توصل لنا وبالليل من حاجه و30 لحاجه و40 عشان توصل للايجنت اللي انت عاوزه. انا فعلا كنا لك بنروح في وسط البلد قبل كده في مره كنا بنسال نقول لك يا فندم ده انت عشان توصل انا عاوز اوصل رساله. المهم كمل. طبعا مشينا طبعا في الدراسه بقى والاجازه وكده بس نسينا اهم حاجه. ايه هنعمل في الامتحانات يا جدعان. الشله هي اللي ما اسمهاش تمام. هي اللي هترفعها. دي خطه من ضمن الخطط. مش تعالى اسالك قريب مثلا انت بتعمل ايه عشان تحضر الامتحان؟ امتحان الاسبوع الجاي بتعمل السؤال محرج ده ولو اتكلمت تتكلم في شنو مصدر بودكاست. بص انت قدامك 7 ايام لحد الامتحان اللي هو اخر السنه ولا امتحان مثلا في محاضره عادي اخر السنه صح؟ اخر السنه امتحان محاضره ايه؟ بص اول 6 ايام
بريح وبجهز الماده. سابع يوم باكل الماده. بتاكلها بتذاكر ولا بتاكلها؟ لا باكل ولا بذاكر. اه ماشي. على فكره انا العكس، تعرف دي؟ انا العكس والله. ممكن اركز مثلا اول 4 ايام، واخر 3 ايام تبدا بقى مرحله ايه اللي هي مرحله اخر 3 ايام الغذائيه. جو. مرحله الغذائيه اخر 3 ايام جو. اه اخر 3 ايام. اه والله اخر بحلف 3 بالله. ايام. مش اخر يوم. قصدي على المذاكره. انت بتذاكر لا انا بذاكر اول 4 ايام مثلا لو قدامي اسبوع. 4 بس يا جو. اول 5 شهور في قبل الامتحان. اول 5 شهور قبل الامتحان، وبسيب اخر 3 ايام مريح خد فيهم. بالك ترم 3 اصلا. ايه؟ ترم 3 شهور. معلش بقى عايز تسيبه. كده انت غريب. انت غريب يا بهاء. طب ايه المفروض يعني انت شايف ان ده صح يعني بتعمله؟ لا انا على فكره مش راضي عن نفسي في الجامعه دي خالص يعني، لان انا حاسس ان انا برضه فايتني كتير يعني. اي نعم بطور نفسي في حاجات، بس برضه لسه في حاجه ناقصه. اللي هو الامتحان. اه بالظبط فاهم. عشان هو الدراسه لازم ما تزعلش. ايه. طب استنى بجد يعني. بجد يا جدعان. يا جدعان كلهم بجد شويه. كمل. على فكره عايزين نخلص الحلقه يا جدعان. على فكره الحلقه دي احنا اكتر حلقه جد فيها. ماشي، الحلقة اللي عايزين فاتت. نخلص من الحلقه دي. معلش يا جدعان بنسجل. النور بس واخد اتيتيود اللي هو الاب شويه، الاب الرخم. اتفضل. اتفضل يا عم. مش بتكلم يا عم خلاص. طيب يا شباب ان شاء الله هنقابلكم في حلقات جديده كتير جايه. لا كنت فاضل سؤال على فكره. مش مهتم اسمعه. انا مهتم اسمعه اصلا. مع السلامه. بالك الناس. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هسألكم الحلقه الجايه. انتظرونا الجمعه الساعه 6 مره من كل اسبوع. انتظروا عظمه وترشمه. خلاص كفايه. مع السلامه.